احنا بعد الفاصل وكنا سيبنا كده حته سسبنس قبل الفاصل واحنا بنتكلم عن اتيتوس اول جراح في التاريخ واللي اعترف بيه كل اطباء العالم ومؤرخي العالم ابن نارمر. وبما ان هو كان ابن الملك فبالتالي عرفنا منين الراجل ده كان عنده امكانيات ماديه انه يكتب القرطاس بتاع الجراحه بتاعه على البردي، لان البردي كان غالي بس السر الاول في الحضاره المصريه القديمه. يبقى احنا كده معانا ورقه وقلم هنكتب في حلقاتنا السر رقم 1، السر رقم 2، علشان بعد عدد من الحلقات يبقى لديك كده هو 30 40 سر تبقى انت اتكشفت قدامك حته مبهمه كده هوت ودهليز كده مظلم نورناه كده بنبراس صغير كده هوت من النور املين في هذا. يبقى بردي كان غالي، ابن الملك ما عندوش مشكله فقدر يجيب بردي يكتب عليه. خد بالك انت بتتكلم على التاريخ يؤرخ من بدايه الكتابه، دي جمله معروفه عندنا جدا في التاريخ، وانا شايف ان الجمله دي خاطئه رغم انها اشهر جمله كلاسيكيه في التاريخ، ان التاريخ ما بيتكتبش الا بتاريخ الكتابه. ليه؟ لان انا هعرف منين؟ يعني العالم الكلاسيكي يجي يقول لك طب انا هعرف منين اسم الراجل ده كان اسمه مش موجود؟ طب ما تشوف الرموز. عندنا ملك اسمه الملك العقرب، انا عارف كلكم هتقولوا ده الفيلم ومش الفيلم وكده، هو كان فعلا في ملك اسمه الملك العقرب يحكم مصر، ولكن مش زي ما الفيلم طلع. يعني الفيلم ده هوليود، وانا بقول لكم من هنا ومن هذا المنبر ما تصدقش اي فيلم عن المصريين القدماء عمله هوليود، وانا شفتهم كلهم وعامل عليهم دراسات وعامل عليهم ابحاث وعامل عليهم محاضرات كتير جدا، علشان برضو يبقى فيلم الكسندر وفيلم مش عارف مين وفيلم مين وفيلم مش عارف الوصال 10 والكلام ده كله، ومن هو فرعون الخروج والكلام ده كله ده هوليود. وهوليود معناها كده قدامها فانتسي، حاجه كده خياليه كده. وعلى فكره في حاجه دلوقتي في الغرب اسمها هيستوري فيكشن، يعني في الاول كان يقول ساينس فيكشن زي الفضاء ومش عارف الفضاء بتاع الحاجات، خيال علمي. دلوقتي بقى في حاجه اسمها خيال تاريخي، اللي غير متخصص ده واللي مش واخد باله يفتكر ان الحاجات دي كلها تاريخيه. فانا بقول لكم من هنا وبنصحكم نصيحه كده اخ كده لاخواته، ما تصدقوا، شوفوا الفيلم استمتعوا بيه كفيلم فانتازيا، كفيلم خيالي ولكن ليس له اي اساس من الحقيقه التاريخيه. ياتي بعد الجراح المصري عنخ، الطبيب عنخ، وتبدا تعد عدد تم احصاء عدد الاطباء المتخصصين والممارسين. انت عندك بقى في حاجه اسمها الجنرال براكتيشن اللي هو الممارس العام، برضه كان في مصر القديمه كده، من الاسره الثالثه للاسره السادسه اللي هي كلاسيكيا بتسمى بالدوله القديمه. ده انا مش عايز اقول لكم بقى، خد عندك جزر اللي هو احنا خطأ بنسميه زوسر. وليه خطأ بنسميه زوسر؟ يلا السر نمره 2، نكتب مع بعضينا بقى. مفيش حرف الزين والزال في الهيروغليفيه، لا يوجد حرف الزين او الزال في الهيروغليفيه. يبقى ازاي زوسر بتاع المدرج حبيبنا ده بتاع سقاره؟ ما ينفعش. جزر ادي الاسم الاصلي بتاعه. عايز كمان اصلي اكتر، ناتشري غات. الغات هو الجسد، يبقى في الصفحه اللي جنبيها اسماء الجسد وتشريح الجسد بالهيروغليفيه. يبقى اول كلمه غات، غات يعني جسد. ناتشري المقدس الرباني الالهي، هو سمى كده اسم الراجل ده، اسم الملك ده اللي حكم حوالي 19 سنه، اللي هو الجزر، اللي هو صاحب سقاره دوت والمجموعه الجنائزيه والهرم المدرج. جزر او ناتشري غات الجسد المقدس. ده كان من المؤسسين بتوع الدوله القديمه. عندنا اسم تاني اللي هو سنفرو. سنفرو ده لوحده بنى 7 اهرامات، اكتشفنا منهم 3، لسه فاضل 4. الله، لسه في اهرامات ما لم يتم اكتشافها. ده سنفرو مؤسس الاسره الرابعه. طب نقربها كمان شويه نقول سنفرو مين؟ اول ما هقول لكم بقى ده ابو مين كلكم هتعرفوا، ده ابو خوفو. يبقى سنفرو في دهشور ورا سقاره بشويه كده بالعربيه، بعد سقاره كمل كده على الطريق، الترعه على شمالك الجميله،
والمزارع الخضراء الغناء على اليمين وعلى الشمال، هتلاقي يلا خش على دهشور تطلع تلاقي الهرمين بتوع سيدي. خوفو خفرع منكورع جدف رع نيوسو رع شيبس سكاف ساحو رع بيبي الاول بيبي الثاني. اسماء كل دي اسماء ارسل قواعد. طب ملكات، عندنا نيت اقرتي. نيت اقرتي دي قصه لوحديها، ملكه حكمت لوحديها على العرش. فكل الاسماء ديت تخش على امحتب، الاسره الثالثه 2800 سنه قبل الميلاد. امحتب عليه السلام من الواضح انه كان ممارس عام، كان طبيب يعلم في الكثير من المشاكل، ومن ضمن السي في بتاعته ان هو كان فلكي، يعني كان طبيب وكان فلكي في نفس الوقت، وكمان وزير الملك. خد بالك بقى القاب الراجل ده، الدكتور ده كان دكتور، واضح ان هو كان جهبذ بقى، يعني كان سياسي وفلكي وطبيب ممارس عام. ايه تاني؟ كاهن في المعبد. الحقيقه انه كان كبير الكهنه، مهندس المعماري اللي عمل الهرم المدرج، هذه العبقريه المعماريه اللي هي تعتبر اول بناء هرمي بهذا الحجم ب 60 متر ارتفاع في التاريخ. والحقيقه ان في الوقت ده بدأ الطب المصري تطور خطير جدا. ايه التطور الخطير ده؟ لقينا شخصيه عظيمه جدا بدأت تظهر على شاشه الحضاره المصريه. الاسم حسي رع، اسم يمكن جديد شويه. رع معروف خلاص، ده الشمس. حسي رع لقيناه المقبره، تم التنقيب في المقبره، طلعنا من المقبره عدد من الالواح الخشبيه موجوده الان في المتحف المصري. خش المتحف المصري شمال هتلاقيهم على طول على يمينك محطوطين في فترين زجاجيه. اللوحات الخشبيه دي فيها 3 تفردات. اول حاجه هي تذكر الطبيب حسي رع. ثانيا خشب. انتوا مش مستغربين يعني ان في خشب؟ احنا تملي بنتكلم، يعني حتى هم اطلقوا علينا حضاره الحجاره، لان احنا اغلب بناياتنا في مصر القديمه كانت من الاحجار، وده شيء طبيعي لان انت عندك في الجيزه عندك المقطم، وفي القاهره حاليا يعني، وفي غرب النيل عندك هذه السلسله الرهيبه اللي هي جبال المقطم، وفيها كواليتي بتاع حجر جيري على مستوى رهيب. احلى حجر جيري ممكن تجيبه في الدنيا حجر الجيري بتاع جبل المقطم وبتاع محاجر المقطم. عشان كده لما جه يبني الاهرامات عمل ايه؟ خوفو وخفرع ومنكورع والشله الجميله دي وخيمه كوث الملكه، خيمه كوث لما عملت الهرم الرابع بتاعها وكده. عملوا ايه؟ جابوا الاحجار بتاعه الهرم اللي هتبني الهرم ذات نفسه محليا من هضبه الجيزه ذات نفسها جنب الهرم في محاجر لقيناها. ولما جاي يغطي بقى الكساء الخارجي راح جايب من مقطم بقى، لان الكواليتي بتاع المقطم احلى، كفاءته وجماله وبياضه احلى من بتاع الجيزه. تشوفوه دلوقتي لما تبصوا على الهرم الثاني بتاع خفرع، لان فوق في القمه بتاعه الهرم الثاني ما زال موجود بقايا متساء من الكساء الخارجي. يبقى الكساء الخارجي ده مقطم، الاحجار اللي اتبنى منها الهرم جيزه هضبه الاهرامات ذات نفسها. جرانيت يطلع اسوان بقى العظيمه، احلى محاجر جرانيت وردي في الدنيا دي كلها. يبقى كان عنده كل هذه الامكانيات، عرف بقى ازاي يطلعها، عرف ازاي يقطعها، عرف ازاي يثقلها، عرف ازاي ينقلها. انت بتنقل ايه؟ انت بتنقل 900 كيلو في الميه، بتعمل مسافه 900 كيلو في الميه. لا يا جماعه، اداء، ده اداء، ده اداء بحري معماري نيلي. ده راجل دارس فلك، ده راجل دارس تحركات الرياح، تحركات المياه، ده راجل دارس الدوامات، دارس الشلالات، دارس العوائق المائيه والطبيعيه والصخريه في النهر، تعرجات النهر، الكثبان الرمليه تحت سطح الماء، كل ده علشان يوصل بس بالحجر للمبنى. حسي رع بيستخدم خشب في وقت كانت الحجاره هي اغلى من الذهب للمصري القديم.
يبقى ده تميز حيث-رع. طب تعالى بقى نقرا حيث-رع، سايب لنا نص هيروغليفي. اولا تبص على حيث-رع تلاقيه واقف شاب جميل يافع نافع لمجتمعه، ولي جدا لبلده، وفي مخلص يعمل في البلاط الملكي، نازل من كتفه دوايد حبر، وورا كتفه كويفر. كويفر دي ده احنا بقى من ضمن الاوائل اللي علموا الناس فكره الكويفر. كويفر هي الجعبه اللي انت ممكن تحط فيها اشياء كثيره، يعني ممكن جدا هو المكان اللي بيتحط فيه السهم مثلا. لو انت معاك، لو انت محارب ومعاك نبله وسهم وكده، هتروح حاطط في الجراب اللي ورا ظهرك ده الاسهم بتاعتك، او تحط فيه القيمه، يبقى هي دي المقلمه بتاعتك. فعرفنا من الديزاين اللي شفناه ده ان حيث-رع كان كاتب ملكي عظيم، يبقى كان طبيب وكان كاتب. بس انا برضو لسه بدور هو كان طبيب ايه بالظبط، كان التخصص بتاعه ايه بالظبط حيث-رع. ثم نقرأ الهيروغليفيات وتنقشع ظلمة الجهل بهذا الرجل، ويتم فك طلاسم الكتابة الهيروغليفية في 1822 على يد علماء كبار جدا جدا. ونجد أن حيث-رع لقبه كالآتي: سينو، نتكلم الهيروغليفية بقى دلوقتي، سينو ور إبح. سينو هيروغليفية لطبيب، يبقى كلمة طبيب بالهيروغليفية سينو، تكتبها كده لو عايز تكتبها حتى بالانجليزي SWNW سينو. ور كلمة هيروغليفية بمعنى عظيم، ودي كلمة احنا لسه بنستخدمها لغاية دلوقتي. والمصري القديم كما هو في المصري الحديث احنا بنحب تملي نكرر الكلمة أكثر من مرة لتأكيد المعنى. فالور أي الجميل اليانع، إبح سنة، طبيب الأسنان العظيم. وزير الصحة كان طبيب أسنان في مصر القديمة من 2700 سنة قبل الميلاد. هنقف قدام حيث-رع وهنقول له تعظيم سلام، لأنه علم العالم كله طب الأسنان. هنشوف ازاي تخصص المصري في الحلقات القادمة في طب الأسنان، ايه إنجازاته، عرف ازاي يعمل أول أسنان استعاضية، هنعرف ازاي عمل البريدج أو الكوبري، هنعرف تفاعل ازاي مع الأمراض بتاعة اللثة، واستخدم ايه في الغرغرة والمضمضة. كل هذه الأشياء سوف نتعلمها في الحلقات القادمة.